اديك قلت صوتي يوصل للناس والحق يبان بس وخلاص. تخيل تصحى الصبح وتعرف إنه شخص اختفى أيام وفجأة يطلع خبر وفاته. بس الصدمة، أهله ومحاميه بيحكوا الناس إنه القصة فيها أسرار مرعبة وحتى الجثة عليها علامات استفهام. شو اللي صار مع ضياء العوضي فعلاً؟ وليش القضية قلبت ترند وجدل بكل مكان؟ خلوني أحكي لكم التفاصيل اللي طلعت مؤخراً واللي ممكن تغير كل الرواية. بالبداية الدكتور ضياء العوضي كان معروف بشكل كبير، خصوصاً بعالم التغذية والدايت، وحتى عدد من المشاهير كانوا يتبعوا نظامه الغذائي، ومن بينهم الفنان علي الحجار والفنانة دينا. وفجأة انقطع التواصل معه بشكل كامل، لا مكالمات لا رسجات ولا أي إشارة إنه بخير. وبعد أيام بتنزل الصاعقة خبر وفاته. هون القصة ما انتهت، هون بلشت محامي العائلة طلع بتصريحات جديدة وقال إنه في ساعات غامضة ومفقودة قبل إعلان الوفاة، وإن العائلة ما وصلها تفسير واضح لحد الآن. يعني تخيل، لا وقت وفاة دقيق ولا تفاصيل مقنعة ولا حتى رواية ثابتة. والأغرب لما الجثمان وصل مصر العائلة طلبت إعادة التشريح لأنهم بحسب التصريحات صار عندهم شكوك كبيرة بالرواية الرسمية. بس استنوا اللي انحكى بعد هيك هو اللي خلى الناس تدخل بحالة صدمة فعلية. في تقارير وتصريحات متداولة تحكي إن العائلة قالت إنه شكل الجثمان تغير، وحتى صار في كلام إنه مش شكله الطبيعي. وطبعاً هون الإنترنت انفجر، ناس بتحكي وفاتهم طبيعية، وناس بتحكي في تفاصيل مخفية، وناس صارت تربط القصة بنظريات غامضة بشكل كبير. والنيابة المصرية دخلت على الخط وقررت إعادة تشريح الجثمان رسمياً عشان تحسم الجدل وتكشف سبب الوفاة الحقيقي. لكن لحد اللحظة ما في نتيجة نهائية واضحة. يعني إحنا قدام قضية فيها اختفاء مفاجئ وانقطاع تواصل وروايات متضاربة وأسئلة لحد الآن بدون جواب. برأيكم هل الموضوع مجرد وفاة طبيعية وتأخير بالإجراءات، ولا فعلاً في تفاصيل لساتها مخفية عن الناس؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. ولو بتحبوا هالنوع من القضايا الغامضة والملفات اللي فيها أسرار، اضغط لايك واشترك لأنه الجاي أغرب بكتير.